جولتنا في مسجد لعالم مهم، العالم اللي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، وهو مسجد ابن النفيس للعالم أبو الحسن علاء ابن أبي الحزم الملقب بابن النفيس. وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى اللي ما زالت علومه بتدرس حتى الآن في جامعات كامبريدج وإكسفورد. عاش ابن النفيس في العصر المملوكي، وتحديدا في زمن الظاهر بيبرس، وكان الطبيب الخاص بيه، وعمل في المستشفى المنصوري، والمستشفى ده ما زال بيعمل حتى الآن، وهو موجود في شارع المعز في الجمالية. وقبل ما يموت أوصى بداره وعلمه وكتبه للمستشفى، وقال إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاته. توفي عام 1288 في الرحمانية محافظة البحيرة، واتدفن بجوار بنته وأحد أصدقائه. والمسجد ده تم إنشاؤه حديثا، تم إنشاؤه عام 1990، لأن المسجد القديم تصدع وتم هدمه. والضريح يعتبر أثري، لكن المسجد فهو تابع لوزارة الأوقاف، أما الضريح فهو تابع لوزارة الآثار.